العالمي على ما تفرج احمد حسام ميدو اكتر واحد اكونتاته بتتهاك، عشان بس الناس بتفهم غلط لما بقول ان الراجل بيتهاك وهاكرز وكده، الناس بتفهم غلط عشان الناس نيتها وحشه، وانا ما بيبقاش قصدي الحاجات قليله الادب دي. فيعني عشان مش موضوعنا دلوقتي، انا قلت اكونتات اهو. كتب تويته كانت مفاجاه بالنسبه لي، كانت مفاجاه الصراحه، بنفس مستوى مفاجاتي كده لما سمعت ان مرتضى منصور استقال، وهتبقى بنفس مستوى مفاجاتي لما اعرف ان مرتضى منصور رجع. يعني ده مش موضوعنا دلوقتي، مش هنتكلم في القصص دي ونقعد بقى نقول لا هو اصلا كده كده كان معزول، وايه اللي ايه يعني ايه استقال وهو اصلا معزول، يعني مش موضوعنا دلوقتي، مش هنتكلم في القصص دي. المهم ان العالمي على ما تفرج كتب تويته جميله قوي بصراحه. كتب تويته بيطالب فيها مجلس اداره نادي الزمالك، بقيه المجلس بقى، لان طبعا ما كانش يقدر يقول الكلام ده ومرتضى منصور موجود يعني. بيطالب بقيه المجلس انه يستقيل، وان لو بتحبوا الزمالك فعلا امشوا وسيبوا ناس جديده بقى تيجي تشتغل بافكار جديده، وان التاريخ لن يرحمكم. تاريخ ايه يا كابتن ميدو؟ بس انا طبعا مش هعيد لك نفس الجمله بتاع كل مره ان في ناس بتهرب من الزمالك وبترجع تبقى اساطير وبتاع الحاجات دي. ده انا اعرف واحد تاني كان مره بيدرب وادي دجله وهو بيلاعب الزمالك، كان طالع يعترض على الحكام وقال ان الحكام بتعمل كده عشان بتخاف من الزمالك، والحكام بتطبل وبتجامل الزمالك وبتاع، وان احنا اتظلمنا النهارده، وبعد كده بيرجع يبقى عالمي عادي وجمهور الزمالك بيحبه. يعني مش موضوعنا برضه، مش هنتكلم في الحاجات دي. المهم انه كتب التويته دي وبيطالب فيها مجلس الاداره انه يمشي، لان اللي بيحصل ده كان غلط، واللي بيحصل ده ما ينفعش. طبعا العالمي على ما تفرج افتكر الكلام ده دلوقتي بعد ما مرتضى منصور استقال، لان هو معزول كان قاعد عادي، الراجل ما كانش عنده مشكله، فكابتن ميدو ما كانش بيتكلم وكان شايف ان الاداره دي كويسه وزي الفل، ومش محتاجين نعمل ب 2 جنيه سيرش، الناس كلها فاكره لان الكلام ده لسه قريب. ان العالمي على ما تفرج طلع قال ان هو امير شغالين على مشروع هيخلوه من اغنى 4 انديه في العالم. اللي هو بقى ايه يا جدع، بلا بريمير ليج بلا دوري اسباني بلا بتاع، احنا هنكسر الدنيا. وهو مش عارف يبقى من اغنى 4 انديه في القاهره اساسا، بس يعني ما علينا. المهم الراجل كان مسؤول عن الصفقات مع امير، كان بيعمل مشاريع تخلي النادي غني هو وامير. كان شايف ان امير صديقه اللي كان قبل كده ليه تسريب وهو بيشتم امير وبيغلط فيه وبيقول امير ده تيت وبتاع ايه، امير ده اصلا يشتغل في الكوره وبتاع ايه وعشان ابن مش عارف مين. بس يعني برضه مش موضوعنا، لان الدنيا اتصافت بعدها وكانت الدنيا صافيه لبن حليبي قشطه، واحنا مش هنتكلم طبعا في المواضيع دي عشان مش قصتنا. المهم ان العلامه على ما تفرج كان بيتكلم في قصه ان دلوقتي المجلس اللي موجود هو السبب، وان المجلس اللي موجود ده لازم يستقيل، وان المجلس الموجود ده هو سبب كل حاجه. وابتدى بقى يقول ان انا كنت تعبان وبجري وبروح اتحاد الكوره وبحاول ايد الناشئين، مع ان المفروض قانونا ان ولا ناشئين ولا كبار طالما القيد واقف المفروض ما فيش لعيبه تتأيد، والمفروض ان الزمالك حتى عشان يسجل القائمه الاولى المفروض يدفع مديونين لاتحاد الكوره، بس احنا عشان نادي الدوله فنادي الزمالك بيبقى عليه الفلوس دي كلها وبيروح هناك عادي يأيد لعيبه. وكان بيشكر كمان حازم امام عضو الرابطه اللي المفروض يكون راجل حيادي وكده، ان هو كان بيساعده عشان يسجلوا اللعيبه الناشئين بخلاف القانون وعكس القانون. وطبعا ممكن يكون استاذ وليد العطار كان ساعتها خايف، قال لك يمكن مرتضى منصور يجي في اي وقت ولا حاجه فنعمل له كوبايه اليانسون ونبقى قاعدين ساكتين على المكتب. يعني برده مش موضوعنا، احنا مش هنتكلم في القصص دي خالص عشان مش موضوعنا. المهم ان الراجل طبعا كان بيسعى عشان يحل مشاكل الزمالك، وفي نفس الوقت بيقول للمجلس اللي بتاع دلوقتي ده ايه، اتكلوا على الله بقى عشان عيد. سيبك بقى من قصه ان هو كان شايف ان المجلس ده زي الفل، والناس هتقولي لا ده هو كان بيدافع بس عن الزمالك وان هو طول عمره على خلاف مع مرتضى منصور. خليني اوريك فيديو سريع كده للعالمي على ما تفرج، عشان ده محتاج ب 2 جنيه سيرش عشان توصل له. فيديو قديم شويتين من 9 سنين قبل ما الكابتن العالمي على ما تفرج يعمل الفورمه بتاعه يورجن كلوب. اي نعم هو عملها يورجن كوتونيل عشان الموضوع ما جاش على كلوب خالص، بس هو قبلها برضو كان راجل مدرب في نادي الزمالك، وساعتها قال كلام في حق الاداره اللي هي طبعا مرتضى منصور، مفيش حد غيره يعني، بس قال كلام في حق مرتضى منصور والاداره لازم نسمعه كلنا. أنا لم أرى في حياتي دعم من رئيس نادي ومجلس إدارة لجهاز فني ومدير فني مثلما رأيت من الراجل ده. مرتضى منصور من أول يوم دخل فيه داخل نادي الزمالك أكد على ثقته فينا في إن إحنا قادرين على التأهل للمربع الذهبي والفوز ببطولة الدوري والتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا. بعيدا بقى عن قصه الخلاف اللي حصلت بعد كده وان هم اتخانقوا مع بعض والخرابات وبتاع والفضايح اللي كلنا شفناها، ولا مرتضى انت ما شفتش خرابات ومش عارف ايه، وزي ما قلت لكم قبل كده من شويه التسريب بتاع امير اصلا اللي كان قريب. بس رجعنا وبقينا تمام وبقينا بنفاوض لعيبه، وانا بعت العديل لرضا سليم عشان قلنا عديل هو اقرب واحد لرضا سليم، طبعا مش رضا سليم مش الوكيل، احنا لما نحب نفاوض بنكلم عديل، وهو مش موضوعنا برضو يعني، الراجل حر في الصفقات. واكبر دليل ان هو خبير في الصفقات ان رئيس هيئه المضانيق كابتن رضا عبد العال كان بيقول لك انا بتمنى ان ميدو يمسك الصفقات في الزمالك. والله وانا كمان والله، مش انت لوحدك، بس يلا ما علينا. المهم ان العالمي على ما تفرج رجع بعد كده والدنيا بقت زبادي خلاط لحد ما مرتضى منصور مشي، ولما طلع كتب الكلمتين دول كان متخيل ان مرتضى منصور ملوش علاقه بالموضوع، لحد اما طلع البوست بتاع محامي مرتضى منصور العسال. طلع بوست على الفيسبوك بيحكي فيه شويه حاجات كده عالمي عايزين بس نفهمها يعني لو مش هيضايقك طبعا. بيتكلم في ان انت اللي كنت مسؤول عن فريق الكوره، وان انت اللي كنت مسؤول عن كل الفرق بتاعت الناشئين، وزي ما انت كنت قايل قبل كده في تويته ان انت بتحاول ان انت تجيب واحد
راجل يبقى يعني مدير قطاع الناشئين وكده، وان الراجل ده هيوفر علينا ملايين ومش عارف ايه والكلام ده. واضح انك كنت فعلا مسؤول، مش زي ما كنت بتقول ان انت مجرد محب بتحاول تساعد. يعني واضح ان انت كنت ماسك الدنيا حتى لو بالحب، بس المهم ان انت اللي كنت مسؤول وانت اللي كنت بتدير. فان الناس دلوقتي لما المركب تغرق تقول لهم استقيلوا انتوا بقى وانا قاعد. ما اعتقدش ان الموضوع يختلف كتير عن الكابتن عفت نصار اللي برضه حاول يعمل نفس اللقطه من يومين. وعشان لما يجي مجلس جديد يبتدي يستفيد بقى بخبرات الاستاذ عفت نصار ويستفيد بالعالمي على ما تفرج، واحنا نتفرج عليكم من بره ونضحك. لان انتوا كل مره لما حد عندكم بيغرق بتسيبوه يغرق وتهدوا فيه وتقولوا ان هو اللي وحش وهو اللي كخه، وما يجي واحد تاني يبقى هو اللي مأكلنا، هو اللي مشربنا، واحنا قاعدين بره بنضحك. فربنا يوفقك يا كابتن مع المجلس الجديد، واتمنى يكون ليك دور حقيقي عشان بعد كده ما ترجعش تعمل الافلام زي ما كنت بترد على احمد عيد عبد الملك كابتن ذات الاذنين الكبير شامبيونز ليج، عشان تقعد بقى تقول له انا ما عنديش مشكله ان حد يستخبى ورايا ويصدرني انا، لما هو كان بيقول لك ان الاداره اللي فاتت برئاسه مرتضى منصور صدرتك في الصوره عشان انت اللي تشيل، وانت عملت فيها بطل طبعا وما عنديش مشكله، وايه يعني ما حد يستخبى ورايا وانا متفائل وبتاع. مع انك التويته اللي قبلها كنت بتقول ان انت مش متفائل ومحبط. يعني مش موضوعنا برضو، انت كده كده مش اول مره تقول حاجه وتعكسها. يعني ما علينا، خلينا نتفرج على المجلس الجاي بقى، ويا ريت اشوفك معاهم.